السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا يوسف، زي اي طالب في ثانوية عامة كان بيحلم بكلية معينة او بمجموع معين. طبعا في الاول في الاخر الحمد لله ما توفقتش في المجموع اللي انا كنت بحلم بيه. والمفاجأة بقى والاصعب كان الفرق بين مجموعي وكلية احلامي 2% بس. ساعتها بقى حسيت ان الدنيا وقفت بيا وان خلاص ما بقاش في اي حلول. حسيت كده ان انا مستقبلي ضاع، مش هقدر احقق اللي كنت بحلم بيه طول حياتي، وان انا خلاص اخش اي حاجة واكمل بقى تعليمي زي اي شاب بيتحط في مكان. ولكن اللي حصل بعد كده كان غير متوقع بالنسبه لي تماما، هو ان انا بدات افكر ان انا اشوف البدايل واخش نفس الكليه اللي انا بتمناها، ولكن ادفع مقابل مادي للكليه دي. في الوقت ده قررت ان انا اخش جامعه اهليه. فالنهارده ان شاء الله هحكي لك ازاي دخلت الكليه وازاي قدرت ان انا احقق مركز عالي جدا في الكليه في اول سنه، بالرغم ان انا ما كانش عندي اي خلفيه عن الكمبيوتر او اي معلومات عن الكمبيوتر او البرمجه. كان تفكيري ساعتها ان اي حد بيخش الجامعه بفلوس ده معناه اللي هو ما يستحقهاش او كده، ولكن بعديها فهمت وفي مدرسين كتير قعدوا معايا واقنعوني ان انا المفروض اصلا اخش الجامعه اللي انا كنت بحلم بيها ايا كان مجموعي، ولكن اهم حاجه يكون عندي شغف ليها. وكمان ساعتها حطيت اهداف ان انا اطلع من اوائل الكليه. ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك ازاي قدرت احقق هدفي ان انا اطلع من اوائل الكليه. في الاول وفي الاخر طبعا كل اللي ربنا كاتب له حاجه هياخدها، ولكن الافضل انك تاخد الحاجه اللي ربنا قسمها لك، هي كده كده بتاعتك، ولكن خدها بطريقه ترضي ربنا. خليني اقول لكم بقى على سر صغير كنت بعمله في الكليه. انا مش من نوع الناس اللي بتذاكر كتير، وانا مش من النوع اللي بيذاكر كل يوم بالساعات. بالعكس انا كنت بذاكر اليوم اللي قبل الامتحان. يعني مثلا بيبقى عليا امتحان ميد ترم بكره، فباخد اليوم اللي هو النهارده كله مذاكره من اوله لاخره، وممكن كمان اطبق لتاني يوم. ودي نقطه مهمه جدا. طبعا مش كلنا نسبه ادراكنا زي بعض، ولكن في شخص بيذاكر بذكاء وفي شخص بيذاكر وخلاص اللي هو عايز يتقال عليه بيذاكر، او حتى هو فعلا بيذاكر ولكن مش بيحصل. هو بيقعد على المحاضره بالخمس ساعات بالثلاث ساعات كل يوم، ولكن هو ما بيحصلش. طبعا كلامي مش على كل الناس، لان في ناس كتير بتحصل طبعا، وفي ناس بتذاكر بالثلاث ساعات وبتحصل تطلع من الاوائل. طيب انا عملت ده ازاي؟ هل بس كنت بذاكر اليوم اللي قبل الامتحان بس، ولا كان في حاجات تانية بعملها طول السنه ساعدتني ان انا يوم الامتحان اقدر اراجع واقدر الخص كل اللي خدته طول السنه في اليوم دوت بدون اي مشاكل وبدون اي عوائق تقف قدامي؟ اول نقطه وعايزك تركز فيها كويس جدا 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 انك تحضر المحاضرات. ايوه يا جدعان، حضور المحاضرات مهم جدا 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 فوق ما انت تتخيل، وبيفرق معايا جدا في اليوم اللي بذاكره قبل الامتحان. اول حاجه حضور المحاضرات بيخليك تاخد فكره عامه حتى لو انت مش فاهم 100% من الدكتور. يعني مثلا طبيعي ان في دكاتره كتير ما تبقاش انت فاهم منها او مش قادر تستوعب منها المعلومه، وده طبيعي جدا وبيحصل عادي. ولكن النقطه اللي معظم الشباب بيغفلوا عنها هي انك لازم تحضر المحاضره حتى لو مش فاهم منها حاجه. لازم يبقى عندك خلفيه او معلومات عامه. الدكتور اللي قدامك حتى لو انت مش فاهم منه المعلومه، بس انت هتاخد خلفيه من كلامه ويبقى عندك حصيله من المعلومات تقدر بعد كده وانت بتذاكر تفتكرها وتكون فاهم انت بتذاكر ايه يوم الامتحان، او على الاقل تكون فاهم طبيعه كل ماده. لازم تكون عارف الخلاصه. تاني حاجه معانا وهي ان انا المحاضرات اللي كنت بحضرها كنت بقعد اكتب ورا الدكتور. دي طريقه ممكن كتير من الناس تشوفها ان هو انت في كليه بتكتب ورا الدكتور، ده شغل قديم وخلص من زمان. وفعلا كانت الدكتوره بتاعت الانجليش كانت بتقول لي انت بتعمل ايه، فقلت لها ان انا بسجل المحاضره وراها. قالت لي ده الطريقه دي قديمه خلصت من التسعينات. انا مش عايزك تبص لها بطريقه انك بتكتب عشان تبقى معاك ملخصات او كده، لا، انا عايزك تكتب عشان تركز في كل كلمه الدكتور بيقولها. مجرد ان انت بتدون الحاجه ورا الدكتور ده بيخليك تكون مدرك لكل كلمه الدكتور بيقولها، لان ساعات العقل بيفوت كلام مهم جدا ما بيسمعوش وانت ما بتاخدش بالك منه خالص، وبتكتشف بعد كده ان في معلومات مهمه اتقالت وانت ما خدتش بالك منها. فانا عايزك تكتب مجرد انك تكون مشغل عقلك وعقلك سامع كل كلمه الدكتور بيقولها. وبالطريقه دي ان شاء الله عمرك ما هتلاقي ولا معلومه عقلك فوتها او انت ما سمعتهاش او ما فهمتهاش. وبالطريقه دي برضو هتقدر ان انت اي نقطه مش فاهمها تسال الدكتور، لانك انت كتبتها، وتقدر فعلا تسال الدكتور على الحاجه اللي انت عايزها. وصدقني جدا نقطه السؤال دي مهمه جدا جدا جدا، حتى لو سؤالك تافه للدكتور ولكن هيبقى مهم جدا جدا في ان المعلومه تكتمل في دماغك، لان ساعات العقل ما بيحفظش المعلومه او ما بيفهمهاش الا لو اكتملت كل الاركان اللي في دماغك. فلو في اي نقطه حتى لو صغيره انت مش فاهمها او مش مقتنع بيها في المحاضره اللي الدكتور بيشرحها، تقدر تسال فيها عادي جدا بدون اي كسوف. ثالث حاجه والاخيره، ودي حاجه ملهاش علاقه بالجانب التعليمي ولكن ليها علاقه بالجانب النفسي وباحساسك انت من جواك. انا عايزك تكون خارج للكليه كل يوم في دماغك انك رايح تحضر المحاضره، مش رايح تخرج مع اصحابك، او مش حاطط في دماغك ان اليوم ده انا رايح عشان مثلا نخرج انا واصحابي بعد الكليه، او حتى نقعد في الكافيتيريا او نلف انا واصحابي شويه. حتى لو هتعمل الحاجات دي في الكليه، ولكن انا عايز هدفك الاساسي وانت خارج من بيتك كل يوم ان انت رايح تتعلم ورايح فعلا تبني مستقبلك. في بدايه الجامعه انا مش هضحك عليك ان انا كنت رايح، كنت لسه طالع من ثانويه عامه وكنت رايح قلت الجامعه دي مش هنذاكر فيها كتير وكده. فاول اسبوع كنت رايح ان انا بحضر المحاضره
المحاضره ولكن عقلي مش مع المحاضره، او انا لسه بستكشف المكان وما كنتش اعرف لسه هل انا هلتزم، هي الكليه صعبه ولا سهله ولا ايه. ساعتها كان معايا كذا واحد من صحابي نفس مشكلتي وكنا كلنا زي بعض، ولكن في الاسبوع الاول في سيكشن من السكاشن كان في سيكشن البرمجه. ساعتها كنا خدنا اول اسطر في البرمجه، ولكن انا ما كنتش فاهم اي حاجه، ما كنتش فاهم يعني ايه الاسطر دي، ما كنتش لسه متعود اسال او كده، فما كنتش فاهم اي حاجه في البرمجه ولا كنت فاهم اي حاجه، وكنت حاسس ان انا تايه جدا في الكليه. ساعتها قررت انا واصحابي ان احنا نخلي المعيده دي تشرح لنا بالتفصيل اول كام سطر، بحيث انا مش فاهم ايه اللي قدامي ده. سالت المعيده قلت لها اشرحي لي الاسطر دي، فلقيتها بتشرح بمصطلحات تقنيه ومصطلحات انا مش عارفها، مصطلحات واحد فاهم برمجه. قلت لها انا مش فاهم برمجه خالص وعايزك تقولي لي من الصفر ده ايه، عباره عن ايه، او بيعمل ايه باللغه العاميه. وفعلا المعيده ساعتها شرحت لنا انا واصحابي، وساعتها حسيت ان انا بقى عندي شغف ان انا اعرف ايه الحاجه دي، وبقى عندي فضول تجاه البرمجه. وركزت فعلا مع المعيده وفهمت، ما كنتش فاهم 100%، ولكن الشرح بتاعها خلى ادراكي يوسع وخلاني اروح البيت ابحث على اليوتيوب على الحاجات دي. وسبحان الله من اليوم ده وانا بقيت مندمج مع مجتمع الكليه، وبقيت زي اي طالب رايح الكليه فاهم هو رايح يعمل ايه، فهمت يعني ايه البرمجه، بقيت اركز مع الدكاتره وبقيت اسال في كل حاجه مش فاهمها. في الوقت نفسه كانوا اصحابي برضو كانوا معايا وبيسمعوا شرح المعيده، ولكن بعد ما سمعوا شرح المعيده هو خلاص هو مش عايز يتعب دماغه ولا عايز حتى يبحث على اليوتيوب او حتى يكون عنده اي فضول في انه يتعلم اي حاجه. واصحابي ساعتها كملوا في انهم جايين الجامعه يتسلوا، يقعدوا في الكافيتيريا، يخرجوا يلفوا، ما كانش في دماغهم التعليم خالص. طبعا الحاجه الصغيره خالص دي اللي بدات من اول اسبوع في انه مرضيش يفهم ايه هي البرمجه، او مرضيش يتعب نفسه او يتعب دماغه في انه حتى يبحث، ده بناله طريق للفشل. وفي اخر الترم ده كان كل واحد من صحابي اقل حاجه كان شايل 3 مواد. فنصيحتي ليك انك تكون رايح عايز تتعلم وتفصل خالص بين التعليم وبين الرفاهيه وحياتك الشخصيه. وبعد سنه كامله في الكليه والاعتماد على ربنا ثم الحضور والتركيز، قدرت ان انا اطلع السادس على الكليه باقل مجهود ممكن اعمله. وده اللي خلاني اؤمن بحاجه مهمه جدا جدا، هي ان النجاح مش معتمد على كميه المجهود اللي بتحطها، ولكن النجاح معتمد على تركيزك والاستمراريه، والاهم انك تكون مؤمن ان ربنا هيكرمك. حابب اقول كلمه لاي واحد دخل كليه حاسبات او بيفكر يخش كليه حاسبات ومتردد او خايف منها، او خايف لا تكون صعبه او ما يمشيش فيها او ان هو يشيل مواد فيها. الموضوع زي ما قلت لك محتاج 3 حاجات: حضور المحاضرات، ثاني حاجه انك تركز في المحاضره وتكتب ورا الدكتور، ثالث حاجه انك تكون عندك اراده وتكون خارج من بيتك وانت حاطط هدف لنفسك ان انت رايح تتعلم، مش رايح ترفع عن نفسك او تخرج مع اصحابك. انا كنت زيك في الاول وكنت خايف جدا ان انا اخش الكليه، لان انا مجموعه ما كانش جايبها، كان الفرق 2% بس، ولكن برضو ما زال عندي قلق لاني داخل الكليه بفلوس، وكمان ان انا لو لا قدر الله شلت اي ماده ادفع مبلغ كبير لكل ماده هشيلها. ولكن الحمد لله بعد ما طبقت ال3 حاجات اللي قلت لك عليهم قدرت ان انا اطلع السادس على الكليه. وكمان ما كنتش بذاكر كل يوم زي ما قلت لك، ان انا كنت بس بحضر المحاضرات عشان يكون عندي خلفيه او معلومات عامه، ولو في اسايمنتات كنت بحاول اعمل اسايمنت بنفسي، او حتى لو استعين بشات جي بي تي او اي ذكاء اصطناعي اكون فاهم انا بعمل ايه، واكون فاهم كل حاجه انا بسال فيها شات جي بي تي. ولو انا دخلت الكليه وقدرت ان انا اطلع السادس، فده معناه ان اي حد يقدر يعمل كده، لان مفيش حد احسن من التاني، ولكن الفكره ان انت تقدر تستغل قدراتك وتقدر تنظم حياتك، تفرق بين التعليم وحياتك الشخصيه وبين الجزء الترفيهي من حياتك. فلو خايف تخش كليه حاسبات ومعلومات او انت بالفعل دخلتها ولسه خايف، فده اكبر دليل انك تقدر تنجح وتتفوق فيها، بل وكمان تقدر تطلع من اوائل الكليه باذن الله، لان الموضوع مش صعب خالص في الكليه زي ثانويه عامه. فتوكل على الله، ما تخليش اي حاجه توقفك. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان لسه عندي قصص كتير وتجارب كتير حصلت معايا في الكليه هتفيدك ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي.